السلام عليكم. رصف 10 شوارع رئيسية في حي العجمي بالإسكندرية. تابع معانا الفيديو للنهاية وريت اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الكل عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إنه جرى رصف 10 شوارع رئيسية بحي العجمي وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السهولة المرورية والأمن والسلامة. وأوضح المحافظ في بيان اليوم الأحد إن أعمال الرصف جاءت نظرا للشكاوي المتكررة من أهالي حي العجمي فيما يختص بإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من المشروعات التي تقوم بها شركات المرافق. ولفت إلى أنه جرى خلال الأيام الماضية إعادة الشيء لأصله في شوارع بقطاع الهانوفيل التابعة لحي العجمي، حيث تم وضع طبقة الأسفلت بأول شارع متفرع من شارع الرضوان المتفرع من شارع الهانوفيل الرئيسي وخلف البنك الأهلي، وعمل مطب بالشارع أمام مسجد الصحابة. كما تم ترميم حفر بشارع الهانوفيل الرئيسي ضمن أعمال إعادة الشيء لأصله. وأضاف إن مديرية الطرق والنقل تواصل أعمال الرصف في جميع الشوارع التي من المقرر رصفها ضمن الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف لهذا العام وذلك قبل المواعيد المحددة. وده يا جماعة كان خبر حبيت أقوله لحضراتكم، وأنا عارف إن الخبر ده مفرح جدا عشان كان بيجيلي شكاوي على القناة بسبب الرصف وكده والناس كانت بتشتكي. فالحمد لله هو يا جماعة الدنيا بتستفلت اهي والرصف شغال، وإن شاء الله الدنيا تبقى جميلة. سلام وأشوف حضراتكم على خير.